مرحبا بك في دبي. الله يخليك. سيسين ايش يعمل في دبي؟ زيارة خاصة ولا؟ لا، عطلة راس السنة. انت تعرف الأولاد. شايفك مع الأولاد؟ أي الأولاد يعيشوا في لندن باردة ياسر. راس العام يجيوا هنا على الأقل ياخذوا شوية شمس ويرجعوا باش يكونوا أكتيف يعني أكثر. اغتنمت الفرصة باش تشوف مباراة تونس؟ والفرصة هي طبعا مباراة تونس قلنا فرصة الواحد يتفرج على ليكيب ناسيونال. هذا وفي نفس الوقت عندنا بعض الملاعبية في الريكروتمون الشتوي هذايا الميركاتو الشتوي نحاولوا نتفقوا معاهم ونروحوا بهم لتونس ان شاء الله. سليم الرياحي يتصدر المنشطات الصحف، هو المحور لا حديث، مش في الرياضة بس حتى في السياسة. الاتحاد الحر بالنسبة للرياضة النادي الافريقي اظن استثمارات كبيرة وضخمة. حسب رأيك النتائج الآن بعد الديربي يعني كيفاش تنجم توصف الكلوب افريكان اليوم؟ اليوم الكلوب افريكان في الطريق الصحيح. الفريق خاصة الفريق الأول نوعية اللاعبية من الدرجة الأولى نعتبرهم، خاصة الناس نظيفة أولاد عاقلين وباهين عندهم طموح، عندهم حب الانتصار. من ناحية فنية الحمد لله الناس كل تعرف قيمتهم الفنية، محافظين عليهم، نحاولوا ما نحافظوا عليهم 100%، مش ما الجو العام والاتموسفير ما يفسدش، مع توفير اللازم الكل نفسيا وبدنيا باش يزيدوا يقدموا ويعطيوا نتائج طيبه. شو او نيفو دو ريكروتمون عمار جمال سيت اوفيسيال؟ اوفيسيال في النادي الاهلي. سمعنا زاد عمرو زكي المصري. لا مش صحيح. مش جاي. لا مش صحيح. التنافس بينكم وبين الترجي الغريم التقليدي خاصة في موضوع الصفقات، هل هو لمصلحة الكرة التونسية؟ طبعا لمصلحة الكرة التونسية. انت لو كان تجي تشوف اليوم الميركاتو اللي فات خلى الاسعار ارتفعت. اللاعب اللي كنا ناخذوه من توزر ب5 ملايين توا ولا ب100 مليون. به حتى تشجع الفرق الصغيرة. لمصلحة من؟ لمصلحة الكرة التونسية، مصلحة تونس بصفة عامة. هذا ما هو الخوف انه في الاخر نلقاو الترجي والكليب وحدهم في المشهد والبقية يتفرجوا. لا، يجي وقت مش يصير ضغط، وحتى الفرق الأخرى كلها مش يلقاو، لازم يلقاو الظل نتاعهم ويلقاو الناس اللي هي تمثلهم وتمشي بيهم في الطريق الصحيح، ومساعدة تستثمر وتقوي قلبها وتصرف. آخر سؤال، أنت متفائل بالكرة التونسية بمستقبلها؟ طبعا بعد الثورة اليوم متفائل جدا، خاصة بعد ما تنحات التدخل الدولة في الأندية. أنا متفائل جدا وستصبح منافسة من الدرجة الأولى، وأنا أكد لك من هنا ل5 سنين الكرة التونسية هي مش تكون أحسن كرة في الأفريقيا. والاتحاد الحر أين هو من المشهد السياسي؟ الاتحاد الحر وسطي، يوم عامل تحالف مع الشعب وبعيد على الإيديولوجية وبعيد على الدكتاتورية والمنظومة القديمة، والحمد لله قاعدين نثبتوا كونه احنا حزب قاعد يبني ويحط في أسس. مش حزب نخبوي يعني؟ لا، ما هوش حزب نخبوي، حزب يفكر في مصلحة الشعب، في الاقتصاد، في التنمية، في التعليم، في التربية، في مستقبل تونس، في بناء تونس ال50 سنة الجاية. بالتوفيق يا سيدي. شكرا. شكرا لك.